وبكده يا جماعة نكون خلصنا مع بعض الركنة. تمام. ادي الكنبة اللي عملناها مع بعض، كنبة ام يد، والكنبة اللي من غير ايادي، والزاوية اللي احنا قلنا عليها مع بعض بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استكمالا لشرح الزاوية، احنا قصيناها في الفيديو اللي فات، النهارده ان شاء الله هنقفلها مع بعض. طيب عايزه بس اقول كلمتين مهمين قبل ما نبدا الفيديو ونتوغل كده في الشرح. في بنات كتير بتسالني ان القماش ده عرضه 160 سم وانت بتقولي بيمط لحد 190 او مترين. لو الكنبه مترين ب2 يد هنعملها ازاي 2.5 متر الدوران بتاعها؟ انا هشرح لكم الكنبه دي على كنبه عندي سرير، عشان في بنات كتير جدا بتقول لي ايه الفرق بين الكنبه السرير والكنبه العادي، وخصوصا ان الكنبه السرير ليه انواع كتير. تمام. طيب برضو الركنه دي يعني عايزه اديكي خلفيه ان هي متر في متر. ماشي، هي كبيره جدا على فكره، الزاويه دي ضخمه جدا، متر في متر. والقماش زي ما احنا شايفين بيمط، مطته حلوه جدا. يعني هو قماش بصراحه خامته جميله جدا جدا. ده قماش تركي يا بنات. ماشي، سواء الكنبه مربعه او بدوران، التفصيله دي هتلاقي عليها. طيب انا في الطبيعي مش هقعد بقى كل ركنه اقيس عليها. تمام. في خطوات اساسيه مهمه جدا دايما بقول لكم عليها. ايه هي الفورطات؟ السر في الفورطات. يعني ايه فورطات؟ يعني علامات، بلغه الخياطه يعني علامات. طيب انا هنا عندي الارتفاع بتاع الظهر ده، الظهر الخلفي كام؟ دايما بيبقى في حدود 85 86. بصوا انا نسيت اقول لكم طبعا قصه اللايك والاشتراك والكلام ده كله. يلا لو انت لسه متابعه الفيديو لحد دلوقتي، يلا ما تنسينيش كده من احلى لايك كده بصوابعك اللولي. بصوا بقى، الظهر ده اهو لحد الارض، ماشي، 83 اهو لحد الارض. ماشي، هتعملي له مثلا قيمه 5 سم زياده عشان خاطر الاوفر والخياطه وكده والتانيه. تمام. طيب هنا اهو من اول الحته دي ده اسمه العمق. ماشي، العمق بتاعي 12 سم. في بنات ما بتعرفش تقيس، ادي المزوره ليها حاجه اسمها انش وحاجه اسمها سنتي. احنا بنقيس بالسنتي ده اهو، سنتي 2 سنتي 3 سنتي، ملناش دعوه بالانش ده. تمام. ده للبنات اللي ايه ما بتعرفش تقيس. ادي مسكنا كده اهو، ده 12 سنتي. تمام. النص بتاعه هننزل كده اهو لحد تحت. ليه لحد تحت مش لحد هنا؟ انا عامله بالزياده، حابه اعمل الركنه لوحدها والكفر لوحده. المعلومه دي مهمه جدا يا بنات. بتقولوا لي ايه الفرق بين المقاسات؟ يعني مثلا لو عميل قال لي عايز الكفر بشلت او من غير شلت، ليه بسال السؤال ده؟ لاني انا كده كده بعمله كبير، بعمله كبير. تمام. حضرتك عايزه شلته منفصله لوحدها، احنا هنعمل زي كده. يعني انا لما فصلت لكم الكنبه دي قدامكم، فصلتها وقصيتها وخيطتها وكله على اساس انها من غير شلته. ليه؟ عشان انا حطيت شلته بكفر تاني منفصل عليها. طيب معلش، الشلته التانية الكنبه التانية اهي برضو بنفس التفاصيل وحاطه الشلته من تحتها. يبقى دي حاجه اختياريه للعميل، ممكن يكون عايز بشلته منفصله او من غير شلته، بس دي بتبقى باضافه فلوس تانية. طيب انا هنا اهو خدت كده اهو، ملناش دعوه خلاص بالشلته. خدت الظهر اهو 52 سنتي. مش كل ما هاجي اعمل، افرض انا ما عنديش الزاويه المربعه دي في البيت، هعمل ايه بقى؟ هنخصم، هنقيس ال 85 من ال 50 هيبقى 35، يبقى ده اسمه صدر. الصدر ده 35 سنتي، انا بخليه 40 5 سنتي زياده عشان القماش ما يبقاش ايه، كده كده هو بيمط لوحده. تمام. فاروح عامله ايه علشان الجنبين يبقوا شبه بعض وقد بعض ومتساويين ومظبوطين؟ هعمل كده اهو. نبدا بقى نعمل علاماتنا اللي هنخيط عليها. خلاص انا قاعده في الورشه بتاعتي ولا عند المكن ولا كده، خلاص همسك كده اهو. عارفه بقى انا الدنيا معايا ماشيه ازاي. همسك كده اهو، هعمل ال 85 بتوعي اهمت، واروح مديه ايه علامه، اروح مديه ايه علامه اهو. ماشي اهي. والباقي ده هيكون الجنب الداخلي. يبقى ده ال 85 الخارجي بتاع الظهر، وال 50 دولت الداخلي بتاع الظهر. هنروح طابقينه كده اهو ونقفل اهو اهو.
اهو. ادي الفرط بتاعنا فوق اللي هو في الجنب ده اهو، ونروح مقفلين الجنب ده والجنب التاني. يلا نقفله بقى مع بعض. احنا كده بقى بنعمل ايه؟ بنقفل الجنبين. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو، بحاول اعلمكم في المستوى دوت او في مجموعه الفيديوهات دي اهو سراجه، علشان خاطر المعلومه توصل اكتر يا بنات، لان في بنات ما بتعرفش ايه تتخيل الشرح. بس والله نصيحتي ليكم اللي بتحب الحاجه تحاول تتخيل وهي هتبدع لوحدها، يعني مش ضروري تستنى شرحي. تمام؟ انا كده اهو قفلت ده، هقفل الجنب التاني، هفرش لكم واحده واحده، وبعد كده هعرفكم ازاي القاعده بنركبها في قلب الظهر. في علامه مهمه جدا جدا لازم تتعمل في الظهر، في نص الظهر. نحط دي كده اهو. بصي هنعمل ايه؟ ادي القطعه بتاعتنا. تمام؟ طبعا قصنا مظبوط. بصوا لازم الصدر يبقى زي بعضه اهو، وادي الظهر امام وخلف زي بعضه اهو. نمسك دول مع بعض كده ودول مع بعض. بصوا مظبوط جدا، مش موارب مش معوج مش اي حاجه. تمام؟ طيب في هنا علامه مهمه جدا لازم نعملها، علشان دي اللي هتسهل لنا تركيب القاعده، اللي هي ايه؟ هنا ادي منتصف الظهر اهو. فين المقص؟ عارفين دي ايه؟ عارفين دي ايه العلامه دي؟ اللي هي هنا، علشان يجي الخط مظبوط ويخش جوه الايه البتاع. طب اللي بتقولي مفيش تحشير، هيجي مظبوط من غير تحشير اهي. دي هتركب هنا اهو. هنقفل بس الجنب التاني بتاع الظهر واركب لكم الدنيا ونشوفها. بصوا يا حبايبي، انا مش هقفل الفيديو وانا بقفل لسبب هدف يعني. انا عملت بس مباشر، والله ما شاء الله كان جميل، وكنت فرحانه جدا بيكم بصراحه. واللي كان عايز يسال اي سؤال اللي كنت بجاوبه عليه لايف على طول. وهم البنات قالوا لي احنا اتبسطنا قوي بالبث ده وعايزينه كل خميس. قلت لهم خليها ايه، خميس او خميس لا، عشان ايه ما تزهقوش مني. فالخميس الجاي لا اللي بعده هقول لكم بالظبط، هشوف في التاريخ يعني يوم كام، هيبقى فيه لايف بس مباشر. اللي عايزه تسال اي سؤال احنا مع بعض عليه. وفي فيديو كمان الفتره اللي جايه هينزل مهم جدا، بيتكلم عن المصنعيه. بنات كتير جدا سالتني لسه مبتدئه وفاتحه مشروعها جديد، قالوا لي احنا نحسب المصنعيه ازاي، وهنتكلم يعني من غير كسوف عن المصنعيه. هتاخدي مصنعيتك كام، هتكسبي ايه، انت بتكسبي ولا بتخسري. في اسئله كتيره جدا مهمه. كل اللي عايزه رد على الاسئله دي تكتب لي في الكومنتات وانا بجمعها، وان شاء الله هنتكلم في الحاجات دي كلها. بس يعني برضو هرجع اقول لك يعني ما تنسينيش في الاشتراك، علشان خاطر انا برضو هدفي الفتره دي ان انتوا شجعتوني وحمستوني اني انا القناه قبل رمضان يعني كده عايزاها كده ايه، يعني شهر رمضان كده يدخل علينا بالفرحه، ان هي تبقى في حدود يعني 50,000 مشترك. تعالوا بينا بقى يلا يعني احس كده ان عيلتي بتكبر وابقى فرحانه بيكم. يلا ادينا احنا كده ايه، هنركب الكفر اهو. بصوا الجمال. طبعا ده عشمي في ربنا وفيكم، يعني اني انا بجد حاسه ان انا معايا اخواتي في قلب القناه، وببقى فرحانه جدا فوق مما تتخيلوا والله لما واحده فيكم يعني بتعمل مشروع وبتنجح. بصوا لو هي زاويه بدوران هتبقى كده اهو. بصوا الجنب التاني. عاوزاكم ايه، تيجوا تشوفوا الكفر عامل ازاي من ورا اهو اهو. مفيش اي توصيل كبير. الله اكبر الله
اهوت زي ما قلت لكم المتر ونص كفاني في الظهر من الخلف ومن الامام. دي طبعا انا اهو دي زاويه مربعه، لو بدوران هتبقى كده اهو، لو زاويه ما فيهاش اي تحشير دي فيها تحشير اهي. تمام. بالنسبه للزوايا اللي فيها تحشير يستحسن تستخدمي خرطوم زي ده او الخرطوم الاورنج اللي بيتجاب من عند الكهربائي، ماشي، عشان يثبتها، عشان وانتي قاعده ما تطلعش اهي، بقى شكلها ايه احلى. لو ما عندكيش الخرطوم برده انا كنت حاطاه حلو. طيب ده الفرط اللي احنا عملناه في نص القاعده. الفرط ده هناخده كده اهو، هنمشي بيه كده اهو، هنخيط الحته دي مع دي، تمام، ونخيط الجنب ده مع ده. هخيطه اهو، ابدا معاكم كده اهو، هفك دي واخيط الجنب ده، تمام اهو. يبقى من اول هنا، من اول ايه، من اول هنا، من اول الخط اللي في المنتصف ده اهو، هنخيط الجنب ده، هخيط ده وده وارجع لكم تاني. طبعا زي ما قلت لكم احنا هنخيط الجزء ده بالقاعده، وادي الفرط اللي احنا عملناه في النص، خيطنا دي. كل الزياده دي ليه؟ علشان خاطر لما نيجي نشيل الشلته ونحط الركنه القماش ما يبقاش مشدود اهو. طبعا احنا كده مفيش اي توصيل خالص، اهي القاعده اهي، الخط بتاعها اهو اللي احنا عملناه، هنغطيها كده اهو. عايزه بس اقول حاجه قبل ما انسى اهو، احنا قلنا هنا دي الظهر خد متر ونص، الظهر خد متر ونص عشان انا عايزه الرسمه هنا تبقى بالطول. لكن لو الرسمه لو في رسمه تانية الظهر ياخد مترين. مترين ليه؟ عشان هنا ده متر وده متر. عشان كده دايما كنت بقعد اقول لكم ايه، القماش بيمط من 160 سم ل 190 او مترين. هنا القماش ده ادي البرسل من هنا والبرسل من الناحيه التانية، تمام. احنا ممكن في زاويه تانية نعوج القماش ونخليها مرتاحه اكتر وتاخد مترين، مترين قماش. عشان كده قلت لكم الزاويه دي بتاخد 3 متر، مترين للظهر ومتر للقاعده ونص متر ايه للصدر. طيب احنا كده هنعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ هنقفل بقى خلاص كده الصدر. الصدر بتاعنا قلنا 160 سم من اول هنا اهو لحد الناحيه الثانيه، ده كل اللفه دي كلها 160 سم. في ارتفاع المفروض 40، فانا هخليه 50، تمام. وبعد كده هعملها على المكنه واصورها لكم وهي بالشلته، ولما اشيل الشلته كمان واريح القماش لتحت. يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ هنخيط الصدر ده، هنخيط الصدر ده اللي هو قلنا واخد 50 سم اهو، 50 سم. هنخيطه منين؟ هنخيطه من اول الحته دي اهي، البرسل ده مع البرسل اللي تحت، مع الحته اللي تحت اهي، دي مع دي ودي مع دي، وبعد كده داير ما يدور. لو عايزيني اسربها قدامكم تمام، نفك دي كده اهو اهي. انا ليه مش عايزه افكها؟ علشان مش عايزاكم تتلخبطوا اهي. هنخيط دي مع دي وناخد الجزء ده مع ده. بعد كده الايه، الدوران اهو يا بنات. يا رب يكون الدنيا واضحه. اللي عايزه اي حاجه من القماش ده حاليا مفيش بيع بالجمله، علشان خاطر الظروف اللي احنا فيها دي مش مخليه الواحد يشتري كميات كبيره، وانتوا عارفين بقى الاستيراد والمينا والكلام ده كله. البيع قطاعي مؤقتا لحد كده ما ربنا يكرم والاسعار تثبت اهو. ده الارتفاع خيطناه. بالنسبه ان شاء الله للخطوات اللي جايه والفيديوهات القادمه هنشرح فيها حاجات تانية جميلة جدا جدا جدا، ممتعة ومفيدة يعني الأبعد حد. تابعوني بس. هنعمل بقى، نبدأ بقى في سلسلة الصالونات، الصالونات الباجير والصالونات الأبيسون والصالونات كلها بجميع أنواعها وأشكالها. كده خلاص بما فيه الكفاية. خدنا الركن، خدنا الأنتريهات الستاندر، عملنا الأنتريه الباجير. يبقى نشوف الصالونات. كل اللي مهتمة بالكفرات ومهتمة ان هي تعمل مشروع جديد، تمام اهو. همشي بقى داير ما يدور. هعمل بس الفتلة دي. تتابع القناة وتعمل اشتراك
وتعمل لايك وتعمل شير للقناه علشان غيرها يستفيد من خلالها. وزي ما احنا متفقين الدال على الخير كفاعله، زي ما انت هتستفيدي فيدي غيرك. وانا كمان ان شاء الله يعني عامله تارجت كده للقناه ان شاء الله يخش علينا شهر كريم احس ان انتوا كده عيلتي وعيلتي بتكبر وانا مبسوطه بيكم وعادي ومستكفيه بيكم. بس طبعا ايه، عايزين العيله تكبر اكتر واكتر علشان خاطر يبقى في ميزان حسناتنا جميعا. هقفل ده وهصورها لكم بعد ما خلصت خالص. وبكده يا جماعه نكون خلصنا مع بعض الركنه. تمام، ادي الكنبه اللي عملناها مع بعض، كنبه ام يد والكنبه اللي من غير ايادي، والزاويه اللي احنا قلنا عليها مع بعض بكل سهوله. انا عملت كمان الشلت من السيناوي عشان دخلت رمضان علينا. هبقى افرجكم برضو عليها ان شاء الله، والشلت موجوده من تحت. كل هدفي ان انا ليه بفرجكم عليها كده بالطريقه دي علشان تعرفوا ان المقاسات بشلت هي من غير شلت. محدش يقول لي ان احنا بنوفر في القماش مفهوش توفير. هو احنا بنعمل مقاسات كبيره وحلوه وواسعه ومبحبحه، وبعد كده بنشيل الشلته، بنحط الشلته دي بيبقى لها كفر لوحده. ده شكل الزاويه اهي من تحت. تمام، اللي احنا عملناها مع بعض. وعايزه اقول لكم ان شاء الله عندي افكار كتير جدا جميله وحلوه. ممكن نعمل كنبه بيد وكتف، ممكن نعمل كنبه بكتف ومن غير ايادي. يعني هنعمل مع بعض افكار كتيره جدا، بس عايزاكم تدعموني وتشجعوني، وبحبكم في الله، ومع السلامه.